في خطوة تاريخية تعبر عن عمق التلاحم الوطني، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عن إقرار عيد وطني جديد في رزنامة الأعياد المغربية يحمل اسم عيد الوحدة. يخلد هذا العيد في 31 من أكتوبر من كل سنة، تخليداً للحظة فارقة في مسار المملكة، وتأكيداً على وحدة الوطن من طنجة إلى لوكويرا تحت راية واحدة وشعب واحد. لقد جاء هذا القرار الملكي السامي كما ورد في بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 4 من نوفمبر 2025 تتويجاً للمنعطف التاريخي الذي عرفته قضية الصحراء المغربية بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي كرس الاعتراف الدولي بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية. وبهذا الإعلان أطلق جلالته اسم عيد الوحدة ليكون رمزاً خالداً للوحدة الترابية والسياسية والشعبية للمملكة المغربية. عيد الوحدة ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو رسالة وفاء وتلاحم بين العرش والشعب، وتجسيد لقيم التضامن التي ميزت مسيرة المغاربة جيلاً بعد جيل. في هذا اليوم تتزين المدن والقرى بالأعلام الوطنية، وتقام العروض والمهرجانات، وترفع الأناشيد التي تخلد روح الوطنية والانتماء. من المدارس إلى الإدارات، ومن الساحات الكبرى إلى الأقاليم الجنوبية، يعيش المغاربة فرحة موحدة تترجم إيمانهم العميق بأن قوة المغرب في وحدته وكرامته في تماسكه. لقد أكد جلالة الملك في خطابه السامي بهذه المناسبة أن المغرب الموحد من طنجة إلى لوكويرا هو ثمرة نضال شعب وفي وإرادة ملك مؤمن بعدالة قضيته. كلمات سامية تختصر قرونا من الصمود والتشبث بالثوابت الوطنية، وتفتح آفاقا جديدة نحو المستقبل، مستقبل يسوده الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية. إن عيد الوحدة هو أكثر من تاريخ في التقويم الوطني، إنه عهد متجدد بين الملك وشعبه على مواصلة البناء والدفاع عن الأرض والمقدسات وتعزيز قيم المواطنة والوفاء. وفي هذا اليوم المجيد يتجدد القسم بأن تبقى المملكة المغربية شامخة موحدة وماضية بثبات تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.